أهلا بيكم في أول حلقة هنتكلم فيها عن بعض النصايح اللي هنتعلم فيها مع بعض إزاي نكتب ونطور رواية جريمة بوليسية من الفكرة لحد النشر. لو مهتم بالمحتوى ده تابعني واعمل لايك وكومنت للفيديو ويلا نبدأ. أول حاجة لازم نفكر فيها دايما هي الفكرة العامة، السطر العريض اللي هيندرج تحته كل شيء هنبنيه، وأهم شيء لازم نكون عارفين ومدركين تماما أهمية التصنيف ونوع التصنيف اللي هنكتبه. لأن أنا لو بكتب رواية جريمة بوليسية مبنية على الرعب القوطي زي رواية الوردة السوداء ورواية صمت الحملان، لازم يكون كل عناصر الرواية بتتبنى أو بتخدم الفكرة دي. يعني على سبيل المثال الرواية عندي بتدور في قرية في قلب الصعيد، قرية صغيرة ومتطرفة أجواءها تثير الرعب، ده بيخدم كتير جدا في الأحداث. وأشهر مثال في الموضوع ده معظم روايات أجاثا كريستي، هتلاقي دايما الرواية في مكان معزول، في مكان صعب الخروج منه، ده دايما بيدعم فكرة الغموض والرعب. وهتلاحظ واحنا بنتكلم ان معظم الحاجات اللي هنقولها هتلمس مع اكتر من تصنيف، زي الرعب زي الغموض، حاجات كتير جدا كلها مشتركة مع بعض. لكن الذكاء والمهارة انك تبقى عارف تماما انت هتكتب في انهي جنرا وتقدر تخدمها عشان القارئ نفسه يبقى مهيأ ومستمتع بالاجواء وبالعالم اللي انت بتبنيه. ناس كتير جدا بتبقى معتقدة ان الفكرة لازم تكون معقدة، بالعكس الفكرة لازم تبتدي من حاجة بسيطة، زي مثلا الصراع ما بين الخير والشر. فيما بعد كل ما هتبدأ تطور من اللاين الصغير اللي انت بنيته ده هتبدأ تبقى اكثر تعقيدا. فانت من البداية لازم تبقى عارف ان الموضوع مبني على كلمتين. اي رواية عظيمة، اي رواية مهمة هتلاقيها اصلا بادئة من كلمتين، من 3 كلمات، من جملة واحدة. وفيما بعد بيبتدي الكاتب يطور الجملة دي لحاجات كتير جدا، بيبتدي يعمل لوج لاين، بيبتدي يعمل ملخص، بيبتدي يعمل معالجة. دي كانت الفكرة، السطر اللي هتبني بيه العالم بتاعك. استنوا الفيديو الجاي عشان هنتكلم فيه عن الشخصيات في الرواية. ما تنسوش المتابعة واللايك والكومنت. كان معاكم نادر سيف الدين.